هطلع من الخن اللي انا فيه وهروح عيد ميلاد. هحاول ان انا ابقى اجتماعيه. اللي انتوا ما تعرفوهوش عني ان انا مش اجتماعيه خالص خالص. باتشاتشن تشققات، فاحنا مش هنروح كده. فالحل الفوري ان احنا نعمل كده. كتير قوي البومب ده. ها كده شلناه. البرايمر ده بحطه على وشي بحس التلج. تلج. البرايمر نشف. البيجمنت بتاعه عالي جدا. كل ده هننفضه في الاخر علشان لما نيجي نحط اي حاجه الالوانات ما تقعش على بعضها ويبقى شكلها ايه وحش. انا مش ميك اب ارتست، بس كتر الفرح يعلم الزغاريت، عشان مش عايزه افول على نفسي. يعني كتر ما اتحط على وشي واتليط بقيت اتعلم من الميك اب ارتست. لقد عدنا. لفيت التربون وحطيت مسكرة علشان لسه المفروض هعمل ضوافري، فمش عايزين نتأخر. والله ما خسارة فيكم. بربرق كتير، ما حطيناش روج. ناخد حاجة خفيفة عشان البيجمنت بتاعه تقيل. غرقت نفسي. انا استحميت بيه، بموت فيه. حتى المانيكير بحطه ترتر، لان وانا بحط المانيكير احكي لكم عن الفضيحه ام جلاجل اللي انا عملتها لواحد في الشارع. عارفين يعني ايه فضيحه بجلاجل؟ يعني حرفيا بجلاجل. كنت في احدى شوارع مدينه نصر، خلصت الشوبنج وماسكه اكياس في ايدي وطالبه عربيه من احدى برامج التوصيل. انا قبل ما بركب العربيه بشوف لونها وارقامها. جه راجل كبير قوي في السن واقف قدامي. السن واقف قدامه عمال بيعمل لي كده، تعالي تعالي. فانا ببص، انا افتكرته هو العربيه اللي انا طالباها، فببص على الارقام ما لقيتهاش هي. لما ركزت مع الراجل لقيته بيقول لي يعني تعالى اركبي جنبي. رحت انا بصله في نص الشارع بقى ورحت قايله له عايز تشقطني؟ ايوه عايز يشقطني يا مهزأ، يا راجل يا مهزأ.